يعاني مسبح الرميثة على الرغم من إنجازه منذ العام 2011 الإهمال واللامبالاة رغم الأموال الطائلة التي صرفت على إنشائه. يعد مسبح الرميثة الأولمبي من المنشآت الرياضية المهمة والكبيرة التي أنجزتها وزارة الشباب والرياضة عام 2008، وهذا الصرح الرياضي قدرت الكلفة الإجمالية لإنشائه بأكثر من 6 مليار دينار، إلا أنه لا زال بعيدا كل البعد عن استقطاب الفعاليات والأنشطة الرياضية بدلا من اللجوء للسباحة في النهر. وهناك أسباب عديدة حالت دون هذا الموضوع، وهي عدم وجود كوادر إدارية متخصصة من وزارة الشباب والرياضة، وكذلك الموضوع يحتاج إلى مسعفين وأدوات إسعاف، وأيضا إلى إدامة المبنى وصيانته، وهذه كلها تقع على وزارة الشباب والرياضة. هذا المسبح مهمل لغاية الآن. عملية نقل الصلاحيات لم يتم نقلها إلى المحافظة، ما زال في عهدة وزارة الشباب والرياضة. كتبنا أكثر من كتاب هذا الخصوص أنه يجب نقله للمحافظة. الوزارة رفضت كونه من المشاريع الاستراتيجية المهمة. حاليا المشروع محال للنزاهة، موضوع مهمل ولا توجد أي نية لدى وزارة الشباب والرياضة بإعادة فتح هذا المسبح. أحواض المسبح وباقي المنشآت الخدمية الأخرى تآكلت واندثرت كما هو واضح في هذه اللقطات، وأصبح أرضا لسوء تقلبات الحالة الجوية وارتفاع نسبة الأملاح من خلال بساتين النخيل التي تحيط بالمسبح الذي تجرد حتى من السياج الخارجي. للأسف الشديد منذ العام 2011 لحد الآن أصبح هذا المسبح محط اندثار وعدم اهتمام من كل المسؤولين. الاتحاد الفرعي للسباحة وكذلك الرياضيين المستفيدين من هذا الصرح الرياضي طالبوا بإدخاله إلى الخدمة للاستفادة منه، وضرورة إيجاد الحلول الممكنة والسريعة بهدف تحقيق الغاية التي أنشئ من أجله هذا المشروع. المسبح أصبح مرتع للحيوانات، نواقص به عدة. مسبح بطول 100 متر ما يوجد به سياج، هنالك نضوحات، هناك أخفاقات. للأسف الشديد كنا نتأمل أن مسبح الرميثة أن يكون على مستوى، نهيئ بقاعدة، نهيئ بناس مثل ما نقول قاعدة من أجل محو أمية السباحة بالمحافظة، لكن للأسف الشديد المسبح مهمل. مسبح الرميثة الأولمبي صرح رياضي يعاني من الإهمال والتلكؤ واضح في وقت رياضة السباحة السماوية بأمس الحاجة لهكذا منشأ رياضي. إدامة المنشآت الرياضية وتخصيص الكوادر لها يسهم بخلق رياضة واعدة وقاعدة لرياضة السباحة التي تلاشت لعدم اكتمال هذه المنشآت كونها تعيش واقعا مزريا.